هذه البطولة. إذا على بركة الله بصابرة الكابتن عبد العزيز الشيخ انطلقت هذه المباراة وانطلق هذا اللقاء وبدت المباراة بين جيل الموالي وفريق شباب العز يلتقيان ربما للمرة الأولى بمكة المكرمة، وبينما طبعا المباراة تأتي عبر ملعب الأسطورة. إذا هذه هي البداية. كرة الآن ملعوبة في الناحية اليمنى، العباقرة متوازنون بالمركتين، بسعيد الذي يقود فريق جيل الموالي، بينما طبعا لدينا الكثير من اللاعبين بقيادة القرشي. هذه الكرة ملعوبة جميلة جدا من عبد الله، جميلة من اولا. هذه وين؟ هذه ممكنة عند احمد، عند بسعيد يلعبها، هذه خطيرة ماكرة، هذه تسديدة. الله 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 الله. الكابتن عمار المالكي، عمار يلعبها الى عبد العزيز العسافي، محمد فطة بجنب الشواطر عبد الرحمن، لما الكرة يلعبها للعسافي، العسافي الذي يحمل فريق البصري بالفترة الماضية. كرة الجانبية، عملية الانطلاقة، ملعوبة كرة عالية خطيرة، البركة تسديدة. الله الله يا خالد، الله الى الوراء، ملعوبة عند لمين يلعبها وسط الميدان. لاعب فريق جيل الموالي يحاولون عند قطع الكرة وعند كذلك امتلاك الكرة ان يصنعوا كثير من الثغرات، ان يصنعوا كثير كذلك من الفجوات. بينما خبرة بطولة الماستر الذي اقيمت لها نسخة في مكة المكرمة يذكر ذلك تماما الكابتن مشاري النفاعي بالانتماء الكبير. هذا الرجل الحقيقة بشباب العز، حيث فضيلة الى البركة. خالد لما الكرة امام الجول يحاول، امام الجول يحاول، لكن الكرة ركب الغوص مرت الى خارج ارضية الميدان. جميل الى جانب الامين الوادي، الى جانب طبعا عادل السرواني وكثير من اللاعبين. ممدوح التهاز كان هدافهم عن ذلك. هذه الكرة الان ملعوبة في الراس، جميل جول، جميل جول. هو الفتى المدلل، هو الفتى المدلل، انه الدودة، انه احمد القرشي سجل بالراس يا حبيبي، بالراس في المكان المناسب تواجد، احرز للكناري الضربة الاولى. شوف الحجاب الهدف يتقدمون، لعل يكتبوها لشباب العز لانه قناص. هذه كرة الان ملعوبة ساقطة وخطيرة، لكنها تتخلص، ترجع عند بسعيد يلم الكرة، يلمها احمد. شوف عنده كل المهارة وكل القراءة، ملعوبة امام المرمى، خطيرة خطيرة، والمتابعة موجودة، والمتابعة موجودة. ترجع من جريء عبد الرحمن الشوطر يلعبها، لكن الكرة عائدة من جانب المالكي، عودة للوراء تلعب الكرة. جن جنون فريق جيل الموالي باللحظة الماضية كي يعود بالمباراة. تلعب الأمامية سريع الكرة إلى صعيد المالكي، المالكي عملية الاستلام بالكرة ويلعبها بينية، والذكي تماما يخلص الفرقة، يلعبها لكن تمر إلى خارج. كذلك في المجال الرياضي والرياضة وما يحظى هذا المجال من الدعم الكبير ومن كذلك الحراك الاحترافي عالي المكانة ما حدث له في السابقات مثيل. كرة اللعب احمد لمسة او هذا عزوز يلعبها حلوة عند دي ماريا، ملعوبة خطيرة في المطامية. تأتي واحدة اخرى سريعة من ناحية اليسرى، راح عبد الرحمن، راح بالكرة عرضية ممكنة، خطيرة خطيرة خطيرة. جحبل يسدد والكرة هي من زاوية. شباب العز كاد ان يضرب بالثانية لكن عداد، لكن مرات تبقى حائرة في مناطق جيل الموالي. خطيرة ملعوبة، البركة سدد والامين، سدد وعمر امامه بعد ذلك ما دحدح. ارتدت الكرة، جيل الموالي بدأ يتحرك، شباب العز عناقة المعهودة بهدوء عالي، والكرة لا تأتي بالصابرة. الخطا يأتي لمسعد ما دحدح في الكرة الماضية، إلا حضر الكابتن بسعيد بلا إشارة. إذا الكابتن بلا إشارة يبقى كابتن. ملعوبة الكرة يرجع من العصر على الجحدي، عصر كم حذرنا عند المرمى. هذه ملعوبة يا جيل، لكن أمامكم المالكي يلعب، يتابع كرته، لم يستقبل إلا هدف ما شاء الله، يتابع بكرته من أجل الكلينشيت المستمر. وبينما هذا الكلينشيت على مستوى التصفيات سيعطيك القادم على مستوى كتيبة الغواصات. هذه الكرة على جيل
هذا شيء جميل جدا. الاخلاق العاليه تصنفك دائما اختيار اول عند الناس المحترمه. هذه الكره الان ترجع من جريمه العقبه. المالكي على الكره يلعب جامعه سريع لفريق زين البوادي. الطامحون للعمده والباحثون عن الرجوع. الله الله الله، يا سلام يا سلام يا سلام. هل هناك هدف ثاني؟ هل هناك هدف تعادل؟ هل هناك هدف ثاني؟ هل هناك هدف تعادل؟ ملعوبه يا الله، ملعوبه يا الله. عبر الزمان يا عبد الله، عبر الزمان يا ابا سعيد، في مرمى شباب العز توقيته مرت بجوار القائد. لحظاتي كره تبقى ممكنه، لعبه تبقى ممكنه، ملعوبه عاليه لكن متابعه من ريان هادي. ريان ما تحدح هو من غادر. يا سلام، الله يا منتشري، الله يا منتشري. عبد المجيد كاد ان ياتي بالضربه القاتله ويطالب الكره. كره الرفاعي هناك مضاربه بالعوده لجيل البوادي. يلعب الرفاعي، ملعوبه عاليه راسيه موجوده، مرت الى خارج ارضيه الملعب ضرب الزاويه، مرت الى خارج ارضيه الملعب. هذا ما سعيد 7 دقائق يلعب ما سعيد المالكي. المالكي حول كره جانبيه، عمليه الاستلام موجود باللمبه، كل لاعب يتصل بجانب عبد الله. ملعوبه الكره جلاها ما سعيد عرضيه لكنها مرت الى خارج ارضيه الملعب. ملعون تفكير الرحيل. هذه الكره الان ملعوبه لكنها تتخلص، ترجع من جديد. فريق جيل البوادي يضغط، فريق الله 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 الله. بالثلاثه تنتو، بالثلاثه تنتو، بالثلاثه. يا مره يا مره يا مره يا مره في المرمى. جول في المرمى، جول بالكونتراتاك لجنود الغواصات الصفراء. شباب العز عبد المجيد بالثاني في اللحظات الاخيره يا جنود الكره. انا بقول لك ان محمد الدفاعي مجنون بتشكيله الهجوم، مجنون برغبته، ما يرويه الا الفوز، ما يرويه الا التعادل. مجرد كوره مويه عمل تروي حفزك يا محمد. نتيجه المباراه حتى الان شباب العز يضرب جيل البوادي بالثاني. جول 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 جول. يا سلام يا متعب، يا سلام يا سلام يا مروان، يا سلام. الثلاثه انطلقوا، كل لاعب فريق جيل البوادي كانوا يبحثون عن الهجمه، عن الكوره، عن الخطا، عن الجول، لكن ثمه امر من ذلك لا يحدث. الله الله الله، امتدوا من قبل منتصف الملعب، لكن الحوار على ماذا؟ يراجع هل على التمرير الاخير من مروان الى زميله. والكره تلعب بالمتابعه، تعود الى منقوله عاليه خطيره. عمار خلصها، تعود الكره لصالح لاعب مالكي. يجري البوادي عرضيه، متابعه خطيره، تسديده ممكنه لكنها تتخلص عند مروان، عند مروان، عند مروان. لما مروان راح حتى ثاني لكن التعديل دفاعيه، تعود الى عبد الله شاكر، ياكل الكره اماميه بالراس. مساحات الضربة حرة، يلعبها إرسالية أمامية، لكن خلاص إنها طيور الكناري لا يروي عطشها إلا التأهل، لا يروي عطشها إلا الفوز. إنهم شباب العز فرقة الغواصات تهاجم وتتصدى للهجوم، تهاجم وتتصدى للهجوم. يمرون من مرحلة التمهيد بالأول ومن أول الواصلين إلى دور الثمانية اليوم بعد تجاوز جيل البوادي. مبروك شباب العز، مبروك للكناري، مبروك لحبيب، مبروك كافة، مبروك لكل الشباب. حق عمر الخالد.